السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد وطبيلة جديدة ديال رمضان ان شاء الله تعالى. اليوم غادي نحضروا وصفات اللي سهلة وبسيطة كيف ما العادة وكيف ما عودتكم دائما، ولذيذة في نفس الوقت. ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر من هكا، ندوزو مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. واول حاجه غادي نبداو بها هي التحليه من طبيعه الحال باش كنخليوها تبرد على خاطرها. انا كنمشي معكم في حال اللي مشيت في المطبخ ديالي. غادي ناخذ حساب واحد 600 مليلتر ديال الحليب، غادي نضيف ليها 3 المعالق كبار ديال السكر حبيبات و3 المعالق كبار ديال النشا الذره او المايزينا، ما يعادل واحد 60 غرام من السكر و60 غرام من النشا. وغادي نحتاج علبه ديال الزبادي ديال الفاني، واحد معلقه كبيره ديال الزبده وكيس فاني. ما غاديش نديرهم هادو بثلاثه كاملين حتى غادي يعقد ليا الخليط ديالي اللي درت ديال السكر والحليب والنشا. صافي غنبقى على نار اللي غادي تكون اقل من المتوسط شويه باش ما تحرق ليناش، ونبقاو نحركو حتى يعقد لينا الخليط. من بعد غادي نزولوه من على النار ونضيفوا ليه ديك الزبده، ديك حساب معلقه كبيره، ونضيفوا الزبادي او الياغورت بنكهه الفاني، وممكن ديروا اي نكهه عفوا نتوما كتفضلوها. وغنزيدوا عليها واحد ساشي ديال الفاني ونخلطو مزيان حتى تذوب لينا ديك الزبده والياغورت والفاني. وناخذ كؤوس اللي غادي نقدم فيهم هاد التحليه، وغادي نخوي هكا القياس ديالي. انا خديت هنا كيسان اللي كبارين شويه، غنديرهم بشكل متساوي صافي. وغادي نعمرهم ونخليهم على جنب، وندوزو ناخذ كميه من الفريز. عندي حساب واحد 200 غرام هكاك ديال الفريز، ونضيف ليها حساب واحد 4 المعالق كبار ديال السكر حبيبات. والكميه ديال السكر من طبيعه الحال كترجع ليكم. غادي نديرها على النار اللي غادي تكون مهيله حتى يطلق لينا داك الفريز الماء ديالو هو والسكر، وذوب لينا سنيده هكا. عاد غادي نجهدوا النار شي شويه باش بحال كيغلى لينا داك الفريز مزيان. ها نتوما شوفوا معايا كيغلى مزيان، وعاد كنخلطوه هكا وكنحاولوا بحال نمعكوه هكا في وسط الاناء. صافي من بعد غادي ناخذوا الفريز ديالنا وغادي نطحنوه على هذا الشكل هذا. خصنا نطحنوه مزيان مزيان، ما يبقاوش لينا عفوا دوك هكا طريفات ديال الفريز كبارين. صافي غنحاول نصفيه باش دوك الحبيبات ديال الفريز نحيدهم. بغيتو تخليوهم ماشي مشكل، راه حتى هما كيجي الطعم ديالهم زوين. انا بغيت هكا نصفيه وصافي. صافي من بعد ما غادي نكمل هكا الفريز ديالي باش صفيتو، غادي نخليه يبرد شي شويه باش ما يخسر لياش التحليه او الحليب اللي صاوبنا في الاول. وندوزو نحضروا الشوربه ديالتنا ديال هذا النهار. غناخذوا طنجره وغنديروا فيها كميه من زيت الزيتون حسب واحد 3 المعالق كبار، وندير هنايا حسب واحد 2 بصيلات خضريات. ممكن ديروا حسب واحد البصله صغيره ولا متوسطه عاديه، ونديروا 3 الفصوص ديال الثوم ونحركوه هكا حتى كيتشحروا لينا مع بعضهم مزيان، وطيح معنا ديك البصيله شويه. عاد غادي نضيفوا كميه من الملح والفلفل الاسود او الابزار، ونخلطو مزيان حتى تشحر لينا هاد البصيله على خاطرها. شوربه اللي كتجي رائعه جدا. هكا نبدلو بها مع الحريره كيف ما كتعرفوا، الا بقينا كنديروها كل نهار كتطلع لينا في الراس. ف هاد الشوربه راها زوينه. غنضيفو هنايا واحد حساب واحد 2 بطيطات هكا صغار ولا وحده متوسطه، وشويه ديال القرعه حمراء اللي قشرتها من طبيعه الحال. وغادي نشحرهم عفوا مع هاد البصيله مزيان. غادي نحتاجو فقط هاد الخضر هادي، وغنديروا الماء غليان من الافضل باش كطيب لينا الخضره ديالتنا دغيا. وغادي نضيف هنايا العدس الاحمر. عندي حساب واحد زليفه صغيره هكا غسلته، وغادي نضيفو لهاد الخضر هادي ونحرك مزيان هكا المكونات ونغطي عليها ونخليها طيب على خاطرها. في هذا الاثناء اللي كطيب ليا الشوربه ديالي غادي ندوز نحضر معكم فطائر او بطبوط او سندويتشات اللي غادي نحتاجو اليوم هنايا.
400 غرام ديال دقيق أبيض، وعندنا معلقة صغيرة ديال السكر، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية أو خميرة الخبز، ومعلقة صغيرة ديال الملح، وعندنا حساب واحد 2 معالق كبار ديال الزيت النباتية. صافي، وعندنا الماء دافي باش غادي نعجنو، وكيف ما كتعرفوا دابا الحال ماشي سخون بزاف، فضروري أننا ندفيو الماء ونخلطوا العجينة ديالتنا على هاد الشكل هذا. 400 غرام ديال الطحين، ما يعادل واحد 4 الكيسان بالعبار ديال العنبة. صافي، غنحاول نجمع العجينة ديالي على هاد الشكل، ومن بعد غادي نحطها فوق سطح العمل وندلكها مزيان. نحاول ندلكها ماشي بزاف عاود، غير تطلق ليا العجينة وصافي. صافي، حاولوا تدلكوها حتى ترطب معكم العجينة وتولي الملمس ديالها كيولي رطب على هاد الشكل هذا. فمباشرة ما غاديش نخليوها تخمر، مباشرة غادي ندوزو نقسمو الكويرات ديال البطبوط ديالنا، غنقطعوهم هكا الكرات يكونوا بشكل متساوي. فإلا عندكم الميزان من الأفضل أنكم توزنوهم، ما عندكمش راه كديروا عينكم ميزانكم بحال اللي درت انا. صافي، غادي نحاول ناخذ كل كره وغادي نشكلها هكا بشكل طولي كيف ما كتشوفوا معايا، او شكل بيضاوي بحال هذا الشكل هذا، حيت راه مازال غادي ان شاء الله نشكلوهم على شكل بطبوط هكا اللي كيكون طويل وكيجي خفيف تبارك الله. غير تبعوا هاد المراحل هذه وغادي ينجح معاكم من اول تجربه. صافي، غنشكلوهم بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، ونحطوهم فوق شي صينيه هكا مفرشين ليها واحد المنديل، ونغطيهم نخليهم يختمروا على خاطرهم، وندوزو نشوفوا الشوربه ديالتنا اللي درناها كطيب. تبارك الله هي طابت دغيا دغيا كتوجد. فغادي ندوزو نطحنوها. انا خديت هاد الميكسور، ممكن ديروها في الخلاط الكهربائي ولكن خليوها حتى تبرد ولا تدفى شويه، عاد طحنوها فيه وكيكون هذا هو القوام ديالها، كتجي كريميه. في هذه الاثناء هذه غادي ندوز نحضر معكم حشوه اللي غادي نحتاجوها مملحه اخرى. عندي هنا شرائح ديال الدجاج هكا اللي قطعتهم بشكل طولي كيف ما كتشوفوا معايا. نضيف عليهم شويه من زيت الزيتون وشويه من القزبر يابس، شويه من الثوم بودره والملح والبابريكا او التحميره والفلفل الاسود او الابزار. هنايا راه ما تسجلت ليا هاد المقطع هذا، ولكن ماشي مشكل، انا وريتكم راه درت البزار والتحميره وضفت عليهم واحد الملعقه صغيره ديال الخردل او الموطات، ونحرك هاد العناصر جيدا حتى كيتجانسوا لينا مع هاد الدجاج هذا. وغادي نخليهم على جنب وندوز ناخذ مقيله اللي غادي ندير فيها كميه من زيت الزيتون وكميه من الزيت النباتيه. غنخلطهم بجوج وغندير واحد البصيله اللي قطعتها هكا شرائح، بصله تكون متوسطه ولا صغيره، وغندير الفلافل الملونه. انا عندي فلافل الصفراء والخضراء كانوا عندي في المجمد، والحمراء انا عاد قطعتها، ديروا غير نص حبه من كل نوع. وغادي نخلط هاد العناصر جيدا في هاد المقيله هذه حتى يبداو يطيحوا معنا. وغنضيفوا هنايا شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، ونشحروا هاد الخضر كيف ما شفتوا حتى كيطيحوا مزيان وكيدبلوا. عاد كنضيفوا لهم داك الدجاج. كيف ما كتعرفوا ان الدجاج راه دغيا كيطيب، الا عندكم الوقت ممكن تبلوا هاد الدجاج قبل باش كيتشرب ديك العطريه مزيان. انا صراحه مباشره دزت طيبته. صافي، غنحاول هكا نبقى نشحر في هاد المقيله هذه ديالي حتى كيطيب لينا الدجاج. ضروري ما نشحروها هكا ونبقاو نحركو كل مره. صافي، هنايا الحشوه ديالتي راها طابت. ندوز نشوف البطبوط ديالي اللي ضاعف الحجم ديالو وخمر على خاطرو، وغادي ندوز نطلقو ونطيبو مباشره. صافي، هانتوما كيف ما كتاخذوا هاد الكره اللي كتاخذ هكا شكل بيضاوي كيف ما قلت لكم، ونطلقوها هكا بالمدلك على الشكل طولي.
والسمك ديال العجينه خصو يكون رقيق، ما يكونش عاود رقيق بزاف حتى يلصق لكم مع سطح العمل، ولكن يكون رقيق. صافي غادي نستمر بهذه الكيفيه هذه حتى غادي نبسط هاد الكويرات ديالي كاملين بنفس الطريقه. انا فضلت هكا نطلقهم كاملين، عاد غادي نبدا نطيبهم. ممكن الا بغيتو تطلقوا وحده بوحده وتبداو طيبوا ولا جوج بجوج، فممكن انا طلقتهم هكا كاملين. عاد غادي ندير مقيله ديالي تسخن على نار اللي تكون متوسطه، ما تكونش منخفضه ولا عاليه بزاف، تكون على نار متوسطه باش تنفخ لكم البطبوط ديالكم، وتكون سخونه من قبل ضروري. وغير نحطو هكا البطبوط ديالنا نقلبوه قبل ما يتحمر لينا من الجهه الاولى. بقاو هكا تقلبوا فيه حتى كيتنفخ معاكم. هانتوما شوفوا معايا، ولا بانت لكم شي وحده هكا ما بغاش تنفخ لكم، فغادي تكون هكا متقوبه من شي قنت. حاولوا ديروا هكا شي سباتولا ولا باش كتقلبوا هاد البطبوط ديالكم وتسدوها هكا، غادي تبدا تنفخ معاكم. هانتوما شوفوا معايا، ونحاولوا هكا نبقاو نقلبوا كل مره باش كيتنفخ معنا، ونحمروه حتى من الجوانب على هذا الشكل هذا، وكيجي اكثر من رائع. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الطياب ديال البطبوط ديالي كامل، وغادي تشوفوا معايا النتيجه كانت ولا اروع. ونفس الطريقه اعتمدوها البطبوط الدائري داك الصغيور حتى هو، سيروا بنفس الخطوات وغادي ينجح معكم انا متاكده. فالبطبوط ديالي من بعد ما طيبته كيصبح على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا كيفاش كيجي خاوي من الداخل وكله تنفخ. تبارك الله، ما كايناش شي وحده ما تنفخاتش وجاتنا خاويه من الداخل. هانتوما شوفوا معايا كنقطعوا على النص، كيجيو بحال شي جويبات، كيجي المنظر ديالو وحتى الشكل، عفوا حتى اللوغو ديالو كيجي رائع. صافي انا غادي نقسم هاد البطبوط ديالي كامل على النص، وعاد غادي نعمرو. هانتوما غادي تشوفوا معايا الحشوه باش غادي نعمرو سهله بزاف ولذيذه. كيف ما قلت لكم انا كنحاول نعطيكم غير السهل باش ما ترهقوش راسكم هكا في المطبخ في هذا الشهر الكريم ان شاء الله تعالى. صافي ندوزو للحشوه اللي غادي نحتاج فيها هنايا خص اللي غسلته من طبيعه الحال من قبل ونشفتو قطعته هكا رقيق، وغنحتاجو واحد جزره هكا كبيره ولا جوج متوسطين اللي حكيتهم في الحكاكه الغليظه، ونحتاجو علبه ديال الطون ديال الزيت اللي صفيته منه من قبل، وعندي هنا المايس او الذره المعلبه، وعندي هنايا حساب واحد جوج بيضات هكاك اللي مسلوقين وحكيتهم حتى هما في الحكاكه، وعندي هنا الكورنيشون واحد جوج ديال القطع، ممكن تعوضوه بالزيتون مقطع حتى هو كيجي زوين. وصافي غنخلط هاد العناصر كامله بهذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا لينا. الحشوه اللي سهله ومعروفه الصراحه، هاد الحشوه باش كنحضروا البطبوط ديالنا الدائري. وغادي نزيد هنايا المايونيز حسب واحد جوج معالق كبار، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات حتى كيتجانسوا لينا مع بعضهم. وصافي غادي نبدا نعمر البطبوط ديالي كيف ما شفتوا، ما درنا لا ملح لا بزار لا حتى شي حاجه. هاد المكونات كافيه باش يجينا البطبوط ديالنا لذيذ. صافي نبقى نعمر هاد الجويبات هادو اللي كتشوفوا معايا وراهم كيهزوا تبارك الله الحشوه حيت جاو غارقين. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نعمرهم كاملين. صراحه بقى لي منهم شي حاجه ما عمرتهمش كلهم، الحشوه سالات ليا وبقاو شي وحيدات هكا خاويين، فعطيتهم للوليدات هكا كلاوهم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل كلشي وندوزو للمملحه اللي غادي نحضر معكم الثانيه ديال هذا النهار هذا، اللي شحرنا ليها هكا الحشوه ديالتها بالدجاج والبصله والفلافل. وغنحتاجو هنايا الخس، وغنحتاجو طوماط سوريز والجبن، جبن ساندويش، وغنحتاجو خبز ديال تورتيلا او ديال تاكوس. صافي غناخذ وحيده هكا، انا عندي هادو كبارين حجم كبير، ممكن تستعملوا حتى الصغار. غناخذ هنايا لاصوص الجيريان، وممكن دهنوا باي صوص بغيتو، ممكن تخلطوا هكا المايونيز عفوا والكيتشوب وديروهم هكا دهنوا بهم.
اولا ممكن ديروا كما قلت لكم اي صوص نتوما كتفضلوها. صافي غادي نحاول نحط الحشوه هنايا بشكل طولي، ما غاديش نحطها على الجنب ديال هاد الدائره ديال الخبز، غادي نزيد واحد شويه وعاد غادي نحط الحشوه ديالي بشكل طولي، وغادي نلوي هكا، غادي نلف ونحط هنايا الخس. وممكن كما قلت لكم ديروا اي حشوه نتوما كتفضلوها، ديال الكفته ولا ديال الطون ولا ديال اي حاجه بغيتو. وغادي نديرو هنايا طوماط سوريس اللي كتجي حتى هي زوينه، وممكن ديروا المطيشه هكا مقطعه، ماشي ضروري انكم ديروا هاد الطوماط سوريس. صافي غادي نلفوا بهذا الشكل هذا اللفه الثانيه، واللفه الثالثه غادي نطويوها على هاد الجبن ديال الساندويتش. ممكن ديروا اي نوع ديال الاجبان عندكم ومتوفر لكم. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل هاد لي رولي كاملين ديال هاد المملحه هذه. صراحه كتجي زوينه ولذيذه ومملحه هكا لي ساهله وبسيطه. صافي غادي ندير الحشوه في الاول ونلوي هكا، وندير الخس ومطيشه ونلوي، وعاد ندير الجبن في الاخير. انا درت هنا 4 ديال القطع. من بعد غادي ندير المقله تسخن، وغندير هكا واحد المعلقه ديال الزبده باش نحمروا هاد المملحه هذه. غنبقاو هكا مستمرين حتى نبقاو نقلبوهم كل مره على جهه حتى يتحمروا لينا يوليو بهذا الشكل هذا. وممكن ديروهم حتى في الاله ديال البانيني. من بعد غادي نقطعهم بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا. ممكن تقسموهم غير على جوج هكا وتحطوهم، انا فضلت هكا نديرهم قطع صغيره فكيجيو هكا حلوين وشكل ديالهم زوين. واخر حاجه غادي نديروها هي العصير ديالنا اللي غادي نحتاجو ليه هنايا 3 ديال البرتقالات وجوج حامضات او ليمونات. غادي نقطعهم هكا بالقشور ديالهم، وغادي نحيدو ليهم فقط هذوك العظيمات اللي تيكونوا فيهم باش ما يجيناش العصير ديالنا مر. نحاول نقطعهم هكا قطع صغيره. هانتوما وحيدوا اي عظم بان ليكم هنايا حيدوه. وصافي غادي ندوز نطحن العصير ديالي، غادي نخلطهم مع بعضهم الحامض والليمون. وغادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغندير فيه هاد الليمون ديالي والحامض، عصير اللي كيجي لذيذ بزاف ومنعش وكيعطي كميه كبيره. كيف ما شفتوا معايا هنايا غير 3 الليمونات وجوج حامضات راه كيعطيكم الخير والبركه ديال العصير. صافي غادي ندير الماء اللي غادي نطحن فيه هاد العصير ديالي، ونحاولوا نطحنوه هكا مزيان حتى يبانوا لكم دوك القشور راهم ما بقاوش كيبانوا بزاف. وغادي ندوز نصفي العصير ديالي. حاولوا تصفيوه صفايه اللي تكون رقيقه باش ما يتهبط لكمش هكا القشور. الا صفيتوه صفايه اللي العوينات ديالها هكا غلاظ راه غادي يجيكم مر. انا كنأكد على هذه المساله هذه. صافي غادي نحاول كل ما بديت كنصفي كنزيد شويه د الماء هكا باش كيتصفى ليا مزيان وكيعطينا كميه اللي كبيره تبارك الله وكيجي منعش. كما قلت لكم حاولوا ديروا صفايه رقيقه. صافي غادي نستمر على هذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل التصفيه ديال العصير كامل. انا كنصفي وانا كنزيد الماء حيت راه تبارك الله عندنا 3 ديال الليمونات وجوج حامضات راه كنزيدوا فيهم الماء كتير. من بعد غادي نضيف هنايا واحد الاضافه اللي كتعطينا واحد الانتعاش لهذا العصير ولوغو كيجي زوين بزاف. واحد ياغورت بنكهه الفاني، ونزيدو السكر اللي غادي يكفانا ونطحنوا كلشي. ممكن الاستغناء على الياغورت وتخليو غير الليمون والحامض والسكر. ودابا غادي ندوزو نكملو التحليه ديالتنا. من بعد ما برد لينا هاد الفريز هذا اللي كنا طحناه، ندوزو نديروه هكا في هاد الكويسات على هاد الشكل هذا. نديرو طبقه هكا اللي تكون ماشي غليظه بزاف. هانتوما شوفوا معايا السمك ديالها. صافي غادي نستمر على هاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكويسات ديالي كاملين. كتجي تحليه اللي رائعه شكلا ومذاقا.
كتجي زوينه هكا، تحطوها هكا للضيوف ديالكم. كتجي ما نقولش لكم عليها لذيذه بزاف. غادي نخلي شويه من هاد الفريز هذا حتى الاخر، وغادي نزين به ان شاء الله تعالى. وخديت كميه من الفريز وقطعتها هكا مربعات صغيره، وحاولت نديرها هكا من الفوق. ممكن تستغناء على هاد المرحله هذه الا ما بقاش لكم هكا الفريز ولا ما بغيتوهش، ممكن الاستغناء عليه. انا غير قطعتها هكا ودرتها، كتعطي واحد الاضافه زوينه حتى الشكل كيجي هكا زوين. من بعد غادي ناخذ واحد الكاس من الكريمه السائله وغادي نطربها حتى غادي تطلع ليا، وغادي نزين بها هاد الكويسات ديالي او هاد التحليه ديالي. وممكن الاستغناء على هاد المرحله بتاتا الا ما كتعجبكمش هكا الكريمه. صافي انا غادي نحيد هنا هاد الكويسات حيت درت هاد الكريمه هذه درتها في هاد الاناء اللي صغير، وبدات هكا كطير ليا ملي كنبغي نطربها. صافي غادي نستمر على هاد الطريقه حتى غادي تطلع لي الكريمه ديالي. هانتوما شوفوا بنتي هي كطير هكا، الكريمه كطير وهي كتحيدها بيديها. صافي من بعد ما طلعات غادي نديرها هكا في جيب الحلواني، وغادي نزين بها الكويسات ديالي. كتجي هكا تحليه اللي راقيه في المنظر، وتقدموها هكا للضيوف وانتم عارفين راسكم اشنو حطيتو شكلا ومذاقا. صافي كيجي الشكل ديالها هكا زوين. انا الكريمه كامله اللي درت هكا حطيتها في هاد الكويسات هادو، وغادي نزين هكا بداك شويه ديال الفريز اللي بقى ليا اللي حضرت معكم. درتو هكا في واحد البلاستيكه غير صغيره وزينت به هكا، ودرت شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق. وكانت هذه هي التحليه ديالتنا ديال هذا النهار، وكانت هذه هي الطبيله ديال الفطور ديال هذا النهار ان شاء الله تعالى. طبيله اللي كتجي هكا متنوعه، وحضروها هكا للضيوف ديالكم ولا غير لوليداتكم، علاش لا. كتجي اكثر من رائعه. كتجي صراحه زوينه بزاف وما فيهاش الوقوف بزاف ومجهود كتير. وصفات اللي سريعه جدا ولذيذه في نفس الوقت. الاهم من هادشي كامل ان اللذه حاضره. كنتمنى هاد الاطباق ديال اليوم تنال الرضا ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير كيفاش جاوكم. حطيتهم هكا مع المرافقات ديال المائده الرمضانيه من الشباكيه والتمر وبريوات والمعسله اللي كنت حضرت معكم وبارطاجيت معكم الفيديو ديالها. صافي هكا وزميطه او سلو او السفوف، كل واحد وشنو كيقول ليها. واخا هاد السلو وهاد الشباكيه وهادو راه كيبقاو غير غاديين جايين في الطبله، ما كيتكالوش الصراحه. وشكون بحالي اللي ما كتاكلش السفوف او سلو بتاتا في رمضان؟ كيعجبني يا اما ناكلو قبل يا اما من مورا رمضان الا كان باقي. هكا كيعجبني الصراحه في رمضان، ما كيعجبنيش ناكلو، ولكن ضروري كنحضروه. ضروري ما يكون حاضر في المائدة ديالتنا. كنتمنى من كل قلبي ان هاد الوصفات او هاد الاطباق ينالوا الرضا ديالكم، وتشجعوني بلي لايك ديالكم وبالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني دائما وكتزيد تشجعني انا نشارك معكم عده وصفات اللي سهله وسريعه. كما قلت لكم ما طلبش منكم مجهود كتير ولا الوقوف بزاف في الكوزينه باش نتفرغوا هكا العبادات ديالنا في هذا الشهر الكريم. وهذا هو البطبوط ديالنا اللي حضرنا مع بعضنا، وهذا العصير ديالنا المنعش، وهذه هي المملحه ديالتنا اللي حضرناها بالخبز ديال التاكوس او تورتيلا، هي سهله بزاف. والتحليه ديالنا الراقيه وزوينه بزاف شكلا ومذاقا، انتما شوفوا معايا. والشوربه ديالتنا اللي سهله 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 بزاف ولذيذه. انا اكيد غادي تعجبكم الا جربتوها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يروقكم وينال الرضا ديالكم ويعجبكم. عواشركم مبروكه ونهاركم مبروك، والسلام عليكم.